فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى الفيديو عن مشترياتي اللي هي مشتريات الشهر. انا جبت مشترياتي ب 1600 جنيه. جبت اقول لكم بقى انا جبت ايه وهقسمهم ازاي. قومي يا فريده هاتي الشاي من كوكو واخد الشاي هيفتحه. تمام، هقول لكم بقى انا جبت ايه وهقسم الدنيا ازاي معايا. هنا انا جبت 3 كرنبات لزوم يعني المحشي يعني وكده. طبعا هنضفه واسلقه واظبطه، وكمان هكيسه واقطعه وهكيسه واحطه في الفريزر عشان لو عايزه اعمل محشي ولا حاجه هيبقى برده كل حاجه سريعه وسهله بالنسبه لي. انا جبت هنا الكرنبايه واقعه ب 10 جنيه 10 جنيه، يعني جبت 3 كرنبات ب 30 جنيه. تمام. جبت بقى هنا الكرنبايه حلوه يعني، بصوا تقيله ومليانه بسم الله ما شاء الله، يعني حلوه قوي. طبعا هنا جبت شويه توابل لزوم برضو الاكل. جايبه كاري، جايبه بصل باودر، توم باودر، اسمه ايه، فاين فودز. جايبه كمان طحينه عشان خاطر النهارده برضو جبت سمك. هقول لكم برضو جبت السمك بكام. جايبه بابريكا، جايبه خلطه السمك، جايبه فلفل اسود، جايبه 7 بهارات. جايبه حاجات كتير قوي عشان التوابل ولزوم الاكل، يعني برضه هيكفيني طول الشهر ان شاء الله. طبعا هنا اهوت جايبه 7 كيلو من الطماطم. 7 كيلو من الطماطم، شايفين الطماطم حلوه ازاي؟ جميله جدا. جايبه هنا اهوت الكيلو ونص ب 10 جنيه. كيلو ونص طماطم ب 10 جنيه. انا ال7 كيلو دول طبعا هغسله كويس وهقطعه وهظبطه وهعمله هخزن الطماطم ديت، وطبعا هصورها واوريكم انا بخزنها ازاي. ولما بحتاج طبعا طول الشهر اللي عايزه اطبخ هلاقي صلصه موجوده جاهزه معايا، عايزه اعمل محشي هلاقي كل حاجه جاهزه معايا في السريع. تمام. وجبت كمان هنا الليمون ده ب 10 جنيه. تمام. جبت برده شويه ليمون كده ب 10 جنيه، يعني يكفوني كام يوم. كيلو الا ربع، يعني كيلو الا ربع ليمون جايباهم ب 10 جنيه. هنا جبت البطاطس اهي، جبت 5 كيلو من البطاطس عشان احمر. مثلا عايزه احمر بطاطس، عايزه اعمل بطاطس مسلوقه، عايزه اللهم صل على النبي، عايزه اعمل صينيه بطاطس بالفراخ، اي حاجه بقى. المهم ان لازم البطاطس دي تكون موجوده في البيت. جبت البطاطس بكام؟ كيلو البطاطس ب 8 جنيه. كيلو البطاطس ب 8 جنيه، بس عشان خاطر ما انساش كيلو البطاطس ب 8 جنيه. تمام. جبت بقى هنا رز سايب، جبت 10 كيلو من الرز السايب. كيلو الرز ب 29 جنيه. في طبعا عند الراجل في ب 29 وب 30 وب 32. انا جبت من اللي ب 29 برضو يعتبر حلو، انا شايفاه زيه زي اللي ب 30 ما يفرقش عنه كتير. تمام.
جبت 10 كيلو من الرز اهو، بقيت ده دول كده 5 كيلو، ودول كمان 5 كيلو برضو ايه التانيين. ماشي. جبت بقى مع الرز ال10 اكياس من الشعريه. طبعا كيس الشعريه ب10 جنيه، جبت 10 اكياس برضو علشان طبعا مش هناكل طول الشهر رز، فطبعا عملت حساب المكرونه. ماشي. كل ده شعريه. عملت مع حسابي بقى في المكرونه، جبت 4 اكياس من المكرونه القلم، لان احنا بنحب المكرونه القلم جدا هي والسباكيتي، فجبت هنا 4 اكياس على اساس ان ممكن اعمل مكرونه بالبشاميل، عايزه اعمل مكرونه بالتونه، يعني عموما المكرونه القلم حلوه جدا عيالي بيحبوها. فجبت 4 اكياس، وجبت 4 برضو اكياس من المكرونه السباكيتي. تمام. وجبت كيسين بس، يعني جايبه 10 اكياس مكرونه كلهم، وجبت كيسين بس من المكرونه الصغيره عشان لو عايزه اعمل مثلا مكرونه مبكبكه ولا حاجه. جبت هنا الفلفل الالوان، كيلو فلفل الوان ب20 جنيه. برضو هخزنها، اقطعها واخزنها واقول لكم بتتخزن ازاي، ولما هحتاجها برضو هتبقى حلوه وفريش، يعني لسه طازه. تمام. جبت هنا برضو بصل علشان يكفيني، انا عندي اساسا بصل من الشهر اللي فات، جبت برضو بصل تاني. تمام. جبت 5 كيلو من البصل. كيلو البصل ب 16 جنيه، كيلو البصل ب 16. تمام. هو البصل اللي غالي معايا، انا ما كنتش عامله حسابي ان هو يبقى ب 16، انا قلت هو تلاقيه ب 12، لان انا جبت اخر مره لسه البصل من يومين كان ب 12 جنيه. لقيت الفرق كبير قوي، 16 جنيه. تمام. بس كده. وجبت طبعا الزيت، طبعا انا بجيب زيت برضو تموين، بس طبعا زيت التموين انتوا عارفين بيبقى قليل جدا، ازازتين زيت ما بيعملوش حاجه، فطبعا كملت عليهم كمان 5 ازايز علشان يبقى ال5 مع ال2 يبقى 7 ازايز، يعني يكفوا معايا الشهر ويزيد. طبعا جبت ازازه الزيت ب50 جنيه اكيد انتوا عارفين، فجبتهم كده ايه ب 250 جنيه. وجبت برضو بواكي شاي. تمام. جبت بواكي الشاي، طبعا باكو الشاي ب7 جنيه ونص، في بيبيعوه ب7 ونص وفي بيبيعوه ب8 جنيه، يعني على حسب. لو عوزنا شاي تاني برضو هنجيب، لان انا اساسا عندي شاي جوه في المطبخ، فده اللي انا اشتريته. جبت وجبت كمان جبنه، جبنه اللي هي الدومتي، بنحب الجبنه الكريمه دي جدا. ماشي. جبت الجبنه ديت، وجبت كمان 4 اصناف من نوع تاني خالص. جبت هاتي يا نورهان كده بقيه الجبنه اللي انا جبتها. ماشي. ابقى ادي كوكو بس عشان ايه اهو. علبه الجبنه ب 15 جنيه، علبه الجبنه ب 15 جنيه. جبت علبه جبنه رودس على دومتي، اللي هي دي بالجبنه بالجبنه الرومي اللي عبور لاند، يعني برضه عشان خاطر الفطار. وجبت برضه كرتونه بيض على السفرة. وجبت كمان 4 كيلو من اللبن، جبت 4 كيلو من اللبن. ليه بقى؟ عشان خاطر لزوم برضو المكرونة البشاميل، عايزين نفطر، عايزين حاجة، يعني لازم برضو يكون عندي اللبن. جبت ايه تاني؟ كل اللبن ب20 جنيه. جبتي ملوخية وبسلة. وجبت بقى خضار، ملوخيه، جبت بسله، جبت باميه. فين الباميه طبعا البسله والملوخيه مجمدين فحطيتهم في الفريزر. فين الباميه هي اللي طازه. طبعا كيلو الباميه ب 25 جنيه، فجبت كيلو باميه اهي، عشان برضو ايه هقسمه، برضو هنضفه واقسمه برضو نصين على اساس اللي ايه طبختين. الطبخه طبعا عندي بتكفيني يومين، يعني تقريبا 4 ايام كده ايه في الشهر كده يعتبر باميه، غير البسله، غير المحشي، غير المكرونات، غير الملوخيه والبسله. تمام. وكمان السمك، جبت سمك 6 كيلو من السمك، سمك بولتي، عشان خاطر لو حبيت اعمل سمك سنجاري ولا حاجه. برضو 3 كيلو سمك عملوا لي 6 سمكات بس متوسطين. تمام. يعني حلوين كده ومليانين. هو كيلو السمك عامل 72 جنيه، وانا جبت 6 كيلو من السمك. برضو ده يعتبر برضو اكلتين بس، لان احنا هنا 6 افراد في البيت،
فيعتبر يومين برضو من الشهر. يعني انا كده عامله طبعا حسابي في الفراخ. لسه هجيب الفراخ بكره عشان خاطر انا طلبت الحاجات كانت تقيله قوي عليا، فما قدرتش اجيب كل ده، فجبت معايا بس السمك النهارده، وبكره هجيب الفراخ واللحمه. تمام. وهقول لكم الحاجه جبتها بكام. تمام. وبالمناسبه انا هجيب لحمه راس، مش لحمه اللي هي، هجيب لحمه راس. لحمه الراس ب 140 جنيه، وبرده حلوه جدا جدا. احنا هنا بنعشق لحمه الراس، فبرده هجيبها وهقول لكم برده الحاجه كلفتني قد ايه. تمام. طبعا الحاجه اللي انا جبتها ديت ده كده يعتبر كلفني كله كده على بعضه 1600 جنيه. وادي الطماطم اهيت، غسلتها كويس جدا وحطيتها كده زي ما هي، ما ضفتلهاش ميه ولا اي حاجه، هي بتنزل ميتها. حطيت لها بس معلقه سكر عشان معلقه السكر دي ماده حافظه، وكمان حطيت لها معلقه بابريكا كبيره او معلقتين بابريكا عشان تديها الحمار اللي انتوا عايزينه. تمام. او لو عندك بنجر بتحطي بنجر. تمام. بس البنجر افضل يعني. هي اساسا كانت حمراء قوي، ما كانتش محتاجه حاجه خالص بصراحه. بس كده. وشلت طبعا كام طماطمايه كده عشان خاطر لو لزوم السلطه يعني وكده. وعملت الباقي وزي ما انتوا شايفين كده ضربتهم في الخلاط وكيستهم في الاكياس كده وجهزتهم للفريزر. وادي الفراخ اهيت، كنت جبتها تاني يوم على طول، لان ما كانش ينفع ان انا اجيب الفراخ في نفس اليوم اللي جبت فيه الخضار والحاجه. كانت الحاجات تقيله، ما كنتش قادره اكمل بصراحه، وكانت الدنيا ليلت وما كانش في حد فاتح من بتاع الفرارجيه يعني عموما. فصحيت بقى الصبح بدري ونزلت رحت للفرارجي. الراجل اللي عنده ضمير جدا بصراحه، حتى في تقطيع الاجنحه ما بتبقاش جناح بصراحه، لا ده كتف وكتف كبير بسم الله ما شاء الله، يعني كتف مليان لحم. فاحنا بنحب الاكتاف ديت علشان خاطر بنعملها كنتاكي. بنعمل لها كده المعجون ده، العجينه دي بتاعت الكنتاكي، وبيبقى حجم كمان الكتف بيتضاعف. تمام. فانا جبت 6 كيلو من الاكتاف، جبت 3 كيلو ب 125 جنيه، يعني كلفوني ال6 كيلو 250 جنيه. تمام. غسلتهم كويس قوي قوي ونضفتهم وحطيتهم طبعا حطيتهم في المحلول المائي، هو عبارة عن ملح وليمون، وسبته كده قد ساعة بعد ما غسلته كويس جدا. بس ابتديت بقى اوزع كده في الاكياس على قد افراد البيت. تمام. يعني الافراد عندي هنا اهوت 6 افراد، احنا مكونين من 6 افراد الاسره، فبحط كده في كل كيس 6. هم عملوا لي 7 اكياس، شلت منهم السابع ده وقلت نعمل منه اكله النهارده، اكله كنتاكي. عملنا يعني بسله وعملت لهم الاكتاف دي كنتاكي. تمام. كانت طعمها تحفه 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 بجد والله العظيم، ولا اروع من كده. رهيبه جدا. المره الجايه هبقى اعملها لكم بقى، لان انا كنت يعني مستعجله قوي، عايزه اعمل الاكل وعايزه اعمل كذا حاجه، فما قدرتش اصور الاكله. وانا الاكله الكنتاكي والمعجون اللي انا بعمله بخلي كده الكتف يتضاعف ويبقى حجمه كبير، وكمان طعمه رهيب بجد والله العظيم هيعجبكم. مش ممكن تشتروا كنتاكي تاني من بره، وهتجيبوا الاكتاف دي هتعشقوها والله العظيم هتعشقوها. بس طبعا انا ما بجيبش دايما اكتاف، انا كل شهر على حسب احتياجي، يعني مرة اجيب اكتاف الشهر ده، الشهر الجاي بجيب فراخ، على حسب برضو الاكل اللي انا ببقى رسماه في دماغي او هعمل ايه الشهر الجاي. بس كده. وكمان جبت كيلو البانيه ب150 جنيه، فقسمت برضو الكيلو على نصين على حسب برضو عدد افراد الاسرة. تمام. اول كيس حطيت فيه 6 والكيس التاني عمل لي 7. طبعا كل قطعة بسم الله ما شاء الله كبيرة زي ما انتم شايفين اهو. فانا كده بقى عندي برضو وفرت ايام عندي في الشهر، غير طبعا انا قلت لكم ان انا جايبه مكرونه كتير وجايبه رز وجايبه جايبه حاجات كتير، جايبه خضار. كل ده برضو على عدد ايام الشهر يا جماعه هيعمل معاكي وهتوفري جامد جدا. فانت جيبي حاجتك من اول الشهر احسن علشان ترتاحي بعد كده. طبعا جبت كيلو من لحمه الراس اهي، انا بحبها جدا جدا وعيالي بيعشقوها، وكمان رخيصه كمان ب140 جنيه. تمام.
كيلو لحمة الراس ب140 جنيه. اللحمة تحفة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله عليها. وجبت كمان طبعا قسمتها طبعا نصين، كل نص حطيته في ايه في كيس من اكياس التلاجة وشلتها في الفريزر. ودخلت بقى على الكرنب بقى، ال3 كرنبات اللي انا جايباهم في اول الفيديو. ابتديت بقى اشتغل في اول كرنبايه، وابتديت كده اقطعها. سلقت الكرنبايه الاولانيه، بوريكم بس انا بقطعها وبجهزها بسرعه ازاي. بحط كده الورق كده فوق بعضه، وابتدي بقى ايه اقطعه كده واجهزه. بصوا شايفين، سهل جدا وبسيط وسريع جدا، مفهوش اي مشكله خالص. انا ما بيتعبنيش خالص تجهيز الكرنب. بس فعلا انا اليوم دوت كنت تعبت، لان عملت فيه كذا حاجه. فرست فيه الفراخ، وفرست اللحمه، وفرست وعملت الطماطم، ودخلت على الكرنب. يعني اليوم كان متعب جدا بالنسبه لي. وكمان نزلت الصبح جبت الحاجه، فكنت تعبت جدا بصراحه، ما كنتش قادره اعمل اي حاجه تاني. فعملت كده، سلقت الكرنبتين وقطعتهم وجهزتهم. والكرنبايه التالتة اللي انا جبتها قلت لا بقى خلاص مش قادره، هديها لماما علشان ايه تعملها هي بقى. بس دي كده الكرنبايه التانية كنت سلقتها اهو، بسلوها. وبعدين هطلعها بقى كده ايه، وهشيل ورقه ورقه كده واحطهم فوق بعض، وهقطعهم بنفس الطريقه اللي وريتها لكم من شويه. وبس كده خلاص، كده خلصت الكرنب اهو، شايفين كده جهزته. هبتدي بقى اجيب اكياس التلاجة، وهعبي بقى فيه الكميه اللي انا هعملها المره اللي هطبخ فيها محشي. تمام كده بقى ايه، عملت البسله اهي زي ما قلت لكم، وعملت الاكتاف كنتاكي فظيعه رهيبه. وعملت شويه رز بالشعريه وشويه جرجير كده على قد الايد. واتمنى بقى ما تنسونوش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.